ذاكرتي حبلى بالاستفسارات، وأسئلتي تصب في قناة الشريط السينمائي السراب. لم يسبق لي أن شاهدت هذا الفيلم. طبعا لأن المشاهد المغربي العادي لا يشاهد الأفلام المغربية. أنا أرغب في مشاهدة الأفلام المغربية، قديمها وحديثها. إذن أنت مشاهدة هاوية، فماذا كان المانع لديك من الذهاب إلى السينما؟ المشكلة أن نظام أسرتنا لا يبيح للفتاة ولوج القاعات السينمائية حتى ولو برفقة إحدى صديقاتها. فأنت إذن راغبة في التعرف على فكرة الإبداع في هذا الشريط. ألف راغبة. حاضر. فيلم مغربي أغلب الذين أنجزوه توفوا، بما فيهم مخرجه المرحوم أحمد البعناني. شمولي العنوان لأن بطله محمد الحبشي ظل شزين فكرته التي تحولت إلى سراب، إذ لم يستطع الاستفادة من الأوراق المالية الثمينة التي عثر عليها في أحد أكياس الدقيق التي كانت سلطات الحماية آنذاك توزعها على أهالي المدينة. ولتخوفه من اكتشاف ثروته ظل تصريفها بغاية الاستفادة منها سرابا، والغنى الذي كان يحلم به منها سرابا، واستغناء زوجته عن الخدمة في بيوت الأجانب ظل سرابا في سراب. وهذا هو شمول الفكرة وسرابها. تبدل مفهوم العناوين في الإبداع. هناك عناوين أفلام لا يظهر لك ما فيها من إبداع إلا بعد مشاهدة أفلامها، ولدينا 3 نماذج من هذه العناوين إبداعها في تبدل مفهومها. النموذج الأول فيلم السراب، أنتجه المركز السينمائي المغربي عام 1979. تمثيل محمد الحبشي، فاطمة الرقراقي، محمد سعيد عفيفي، عبد الله العمراني، مصطفى منير. إخراج أحمد البعناني. العنوان وحيد الكلمة، وفي هذه الكلمة إبداع. والسراب في اللغة هو ذلك الشيء الذي يتراءى من بعيد مشابها للماء، حتى إذا ما وقف الرائي عليه تأكد من أنه مجرد شراب. وقد قارن المخرج أحمد البعناني بين السراب اللغوي والسراب المزاجي، وقدمه لنا في مفهومه الثاني بواسطة البطل الذي كان بيده مبلغ مالي ثري لم يستطع الاستفادة منه رغم حاجته إليه، ولتخوفه من اكتشاف ثروته وحرمانه منها ظل تصريفها بغاية الاستفادة منها سرابا، والغنى الذي كان يحلم به سرابا، واستغناء زوجته عن الخدمة في بيوت الأجانب ظل سرابا في سراب. هذه هي فكرة الإبداع في العنوان، اطلعنا عليها من داخل الفيلم. أسقط عليها المخرج كل أحداثه بمقارنة بين السراب في الحقيقة اللغوية، وهو ما كان في ذهن المشاهد قبل أن يشاهد الشريط، والسراب في المجاز الأدبي
وهو المفهوم الثاني للسراب.